لاعب مميز بس أوكي. عمره ما كنت اعرف. مكسب. الصحافة الأرجنتينية ذكرت أن الأهلي تعاقد مع لاعب وسط نادي إيك أثينا إغناسيو مارتن. لاعب ممتاز، لاعب من جيل ميسي، يمتاز بالمهارة، سريع على الأطراف، تستخدم طرف أيمن طرف أيسر، لاعب وراء المهاجمين. أتوقع أن بيفيد الأهلي، خصوصا أنه يمكن مش معروف لكثير من الناس. الأهلي لن يجدد مع أي من لاعبيه الأجانب في الموسم المقبل. طبيعي جدا طبيعي، ولا بد ايضا اشيد بالصفقه ابو نواف اللي انا متاكد 95% ستاتي في اللاعب الارجنتيني. اوكي. صحف برازيليه تتحدث عن ان مقراو لاعب الوحده قد يغادر مع براغا الى فلومنسي البرازيلي. امكانيه كبيره ويستفيد براغا، لان براغا عينه على اللاعب يعرف يختار. بس فما حاجه بربي يا ابو نواف، شفنا الحين نحكيو على جابرييل سيسي واللعيبه وسكولاري. اي فريق رايح، واحنا كنا نحكيو على لعيبه الاجانب والاختيار والعين الفنيه، ونتمناه لكل الاجانب ولكل الفرق تتوفق في الاختيار. اوكي. لان الحين قاعدين جابرييل سيسي الهداف وما ادري بعدين نخافوا للموسم الجاي يجي، والفكره اللي كنا نرجعوا للمنظومه. هل جابرييل سيسي في النادي الفلاني اللي جاي هل هو هذا اللي ينفعك ويزيدك ولا لا؟ اوكي. فهد مسعود يقترب من انضمام الى الوصل بنظام الاعاره. مكسب للنادي الوصل. الوصل يفاوض مهاجم الشباب محمد ناصر. ما خلوا حد الوصل. والله ناوي على البطوله الوصل شكله. يعني اكيد مارادونا يبقى اختيارات كثير، لاعبين كثار في كذا مركز، تنافس. هل مارادونا اختارهم؟ بعد نادي الشباب؟ ما هو مارادونا. لا بس لاعب معروف كابتن. مين؟ محمد ناصر لاعب هداف. لا نحكي لك على مارادونا. لا يعرف محمد ناصر. في نادي الوصل عنده لجنه فنيه ممتازه. أيوة. صراحه ولاعيبه على مستوى، مثلوا المنتخبات ومثلوا النادي. لكن هل من حق المدرب اذا ما يقتنع بهذا اللاعب اللي جابته الاداره؟ من حق المدرب، من حقه يلعبه او ما يلعبه، بس هم اجتهدوا. كابتن كلاعب الحين محمد ناصر لاعب هداف وصغير في السن ومميز ويتحرك وسريع، عنده مميزات. اوكي. كاريكا البرازيلي لاعب النصر يتلقى عرض من احد الانديه اليابانيه. طبعا كاريكا لاعب بطاقته عند نادي الكويت والكويتي وليس النصر، هو معار لمده 6 شهور وفي اصابه قطع في الرباط او هاي ما قلنا بطاقته للنصر. هو قال ان عندي عرض من الانديه اليابانيه. والكويت ما يبي، الكويت يتمنون انه يروح، يبون عرض عشان يبيعون اللاعب لانه باقي سنه وبيستغنون عنه نادي الكويت. محمد مال الله يتلقى عرض رسمي من نادي الوصل. محمد مال الله اللي في اتحاد كلبه. نعم. والله الوصل ما خلاه حد يا ابو نواف. مارادونا كابتن. والله ما خلاه حد. ما شاء الله يعني الله يوفقهم. من حقهم الله يوفقهم. لا من حقهم طبعا. الله يوفقهم. يعملون عمل كبير صراحه. سعيد الكراس بيرد الشارجه. زين. معتز عبد الله يجدد للوحده. ايضا مكسب للوحده. خيار موفق. هيكسبرجر افتكر جدد بعد. مبارك حسن لاعب الجزيره لم يوقع للوصل بعد. قيمه العرض عرض الوصل لياسر، قيمة عرض الوصل لمبارك حسن 4 ملايين درهم للنادي، إضافة إلى حافلتين و3 ملايين ونصف المليون للاعب. مبارك حسن لاعب الفجيرة مش الجزيرة. لاعب الفجيرة. والله لاعب ممتاز صراحة. شفت أنا صغير في السن، كابتن الفريق، يلعب مدافع، شرس جسم، يتحرك زين. تابعت له كذا مباراة ومكسب لنادي الوصل، لأن الوصل يعاني في خط الدفاع للأمانة يعني. أوكي. الوصل يقرر الاستغناء نهائيا عن لاعب البرازيلي أوليفيرا. طبيعي، ايضا طبيعي يعني خلاص أوليفيرا اعطى الوصل يعني الحقيقه كلاعب محترف مخلص لفريق الوصل وقدم وحقق بطولات مع فريق الوصل، بس ايضا المرحله القادمه لا تحتاج أوليفيرا للوصل. الوصل يبحث اعاره يستي لاحد الانديه. نقبله. ها؟ نقبله. وين تقبله؟ اي نادي يتمنى يكون عنده يستي. لعيب. اوكي. سالم خميس يأمل في البقاء بالنصر بعد انتهاء فترة إعارته. مكسب للنصر ولأي نادي. سالم خميس لاعب مميز وصانع ألعاب ولاعب صاحب خبرة. سجل هدف حلو اليوم. فهو لاعب مفيد ولاعب يعني مميز صراحة. عجمان يرغب في ضم عباس مويه لاعب الظفرة، شو رايك؟ بعد ردين. مبروك. مبروك ياخذونه. ها؟ ياخذونه على طول. لا تدري شو المشكلة بنواف؟ لا ما عليه ياخذونه. انت شو رايك في الخطوة هذه؟ انا انصحهم يبون لاعب افضل عن عباس. هذا لان الحين الحين اذا نادي عجمان واحد يتكلم عبد اذا نادي عجمان يبون يعني الكلام الصح بدون مجامله،
يشوفون واحد افضل من عباس، لان عباس قدامهم الحين يعني اذا لاعب اجنبي انت مميزنه وعطيته كل شيء وسويت له كل شيء ما بجالس يخدمك ولا في يعني رياكشن، يعني كل شيء سوينا له. يعني حتى في كثير من مرات لما ما لعب احتجوا علينا ناس كثار ليش ما يلعب عباس وعباس وعباس، ولما لعب عباس قالوا لنا طالع هذا لاعب يلعب وهذا اجنبي. فهني حتى ربعنا عاطفيين في القرارات. عجمان اذا بس هو ما نجح وياكم مش معناته انه ما مش راح ما ينجح نجح، هو معنا. عطى كل اللي عنده الموسم الماضي. السنه بدا شويه يعني في اول مباراه مباراتين، وتكلمت انا عن التوقيف اللي هي يعني التوقيف روحه اللي هي كلاعب. بالاتحاد وعقب اعتذار توقيف لكن ما 4 يمنعش مباريات. ممكن ينجح مع بس في فتره من لا. الفترات عباس مويه كانت عنده مشكله ترى مع ما كانت مشكله. مع المدرب. لا مش مشكله، انت كاجنبي احترم المدرب، اذا طلعك المدرب احترمه. احنا انت اكزامبل للاعبين، مثال لاعبين المواطنين، ما تلوح بيدك وتسوي كذا، هذا شيء انضباطي. اوكي. العين يجدد عقود لاعبيه المواطنين. شيء ساكت. البعض يستحق والبعض لا يستحق. عاد من هو اللاعبين كلهم يعني جدد جماعة. كل بعضهم يستحق انه لابد انه يتجدد، لا والبعض لابد اعطاء الفرصه لنادي اخر. اوكي. وليد سالم قد ينتقل بنظام الاعاره لاحد انديه ابو ظبي. وليد سالم خساره الفريق. اوكي. مارسيلينهو الاجنبي الوحيد الباقي مع فريق الشارجه. قرار موفق، واعتقد الشارجي يعني عودونا على العمل المميز، ومارسيلينو من افضل اللاعبين في الدوري شو اسمه، هداف في الدوري الاماراتي. بنياس يجدد لسنغافور عامين اضافيين ويرفض عرض اعارته لاي نادي. مكسب، ويحتاج الى مهاجم ثاني معه. مكسب، هو سنغافور مكسب صراحه، ويحتاج المهاجم ثاني معه بيتحرر اكثر ويكون مهاجم ثقيل. الامارات لن يجدد عقد لاعب المغربي نبيل الداودي. جدده وقال لان عنده ابو نواف، انا يعني مشكله الكابتن نبيل ابو نواف، يعني احنا ما نعرف شنو عقده لمتى. يعني السنه اللي فاتت راح الاهلي، ينتهي نهايه الموسم عقده. نبيل داودي لان عنده عروض كثيره ابو نواف. بس قال لهم جددوا 3 لا. سنين من يعني فترة هذه طلع المشكلة. خبر. وكيل اعماله متحدثين معاه قبل البرنامج قال الان لم يجدد. لان في عروض طلع يعني كثيره، هو طلب. لا في عروض كثيره عليه من قطر. هو كلاعب مكسب صراحه، طبعا لاعب جيد، بس لاعب ممكن مكسب، عنده هداف من الطراز الاول. يعني لابد ان نادي الامارات لو لديه دعم سيجدد له، بس ممكن الفريق ما عنده دعم. يعني في بعض الانديه لديها دعم تقدر تجدد، وفي بعض الانديه عندها ميزانيه محدده ما تقدر تجدد له. ممكن اللاعب تتع عروض اكثر من قطر. بنواف بصراحه نادي الامارات 3 الاجانب بتاعهم كركار والحارس المفروض المحافظه عليهم. صح. بصراحه ال3 والمدرب بعد نفس الشيء، مدرب زين عنده صراحة. لاعب الله نواف يليق. انتقل. بنياس يفاوض مدرب اوروبي لم يسبق له العمل في المنطقه. ان شاء الله يتوفق ومبروك عليهم.